السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة لما نشوي فرخة في الفرن بطريقة سهلة وكمان بتتبيلة مخلية ريحتها وطعمها بجد تحفة. هنعمل معاها رز بالكاري، حاجة كده قمر. شايفين بقى الجمال والحلاوة من غير بقى فحم ولا دخان. عايزة اقولك ان الفراخ مستوية ودايبة. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك اعملي لي لايك وشير للفيديو، كمان اشتراك في القناة، فعلوا جرس الاشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. هنسمي الله، واول حاجة هنجهزها هتكون التتبيلة. في طبق هنزل بقرن من الفلفل الحامي، معايا كمان فصين من التوم. انا استبدلت فصين التوم بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة، توم على فلفل اخضر. عندي كمان بصلاية متوسطة وطماطماية متوسطة بالهاند بلندر بقى او في الخلاط، وهبدأ افرم المكونات دي كلها مع بعضها فرمة حلوة كده وتنعميها. تقدري تضيفي ربع كوباية من المية. عايزة اقولك بقى ان فعلا التتبيلة دي حلوة جدا، تقدري تستخدميها في الفراخ وكمان تستخدميها في اللحوم، يعني تستخدميها في كل انواع المشويات، بجد ريحتها وطعمها تحفة. تقدري كمان تعملي منها كمية كبيرة وتكيسيها وتحطها في الفريزر وتستخدميها طول فترة العيد. بعد بقى ما فرمت المكونات دي ونعمتها بالشكل ده، هبدأ انزل بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، ولو متوفر عندك مستردة هتضيفي معلقة كبيرة من المستردة. نزلت كمان بمعلقتين كبار من زيت الزيتون، وزيت الزيتون مهم جدا في تتبيلة المشويات. هبدأ بقى انزل بالتوابل اللي موجودة عندي، هتكون ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات فراخ، وعندي كمان كركم او كاري، وعندي بصل بودر وتوم بودر وممكن تستغني عنهم علشان احنا ضايفين بصل وتوم فريش، وعندي كمان زعتر وروزماري. نزلت كده بكل التوابل اللي موجودة عندي. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. بس كده حلوة قوي. هنا بقى ما بنضيفش عسل، ما بنضيفش سكر. المواد السكرية عامة بتحروق المشويات في الفرن. ده بقى بيكون شكل التتبيلة بتاعتي، بجد ريحتها حلوة جدا ما شاء الله. عندي بقى الفرخة دي وزنها تقريبا من 2 كيلو ل2 كيلو ونص، يعني حجمها كبير، فهي هتاخد وقت طويل في الفرن. الوزن الحلو قوي للفراخ المشوية بيكون من كيلو وربع الكيلو ونص، يعني اقصى حاجة خالص كيلو ونص. بتبقى حلوة قوي وكمان بتبقى طرية. تمام. عايزة اقول لكم بقى ان الفرخة غسلتها الاول بالدقيق والملح والليمون كويس جدا، ورجعت عملت لها محلول النقع، بيكون رتلين من المية ومعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، وبنضيف كمان معلقتين كبار من الخل الابيض، وعندي كمان معلقتين كبار من عصير الليمون. تمام. وبننقعها في محلول النقع ده لمدة ساعتين او 3 بالكتير. تمام كده. وبعد كده بقى بنشطفها وهنبدأ بقى نتبلها. انا في الاول بدأت اورق كده الفرخة، يعني بفصل الجلد عن اللحم، بدخل صوابعي كده بين الجلد واللحم وبفصلهم من بعض، وهبدأ بقى ادخل كده كل التتبيلة بين الجلد واللحم وكمان جوه الفرخة، وبعمل لها مساج بالشكل اللي انت شايفاه. تمام كده. خلصت كده تتبيلة الفرخة، وهبدأ أغطيها وهدخلها على التلاجة لمدة ليلة كاملة. زي ما قلت لكم الفرخة وزنها كبير، فلازم تاخد وقت طويل أوي في التتبيلة. تمام كده. هغطيها بقى وهبيتها ليلة كاملة في التلاجة. لكن لو الفرخة وزنها صغير، يعني بكتيره قوي ساعتين 3 في التتبيلة وهتبدأي تدخليها على الفرن. دي كده شكل الفرخة بتاعتي بعد ما عدى عليها يوم كامل في التلاجة. هنا بقى جبت قارب، يعني قارب او صينية، بس حاجة كده تكون ملمومة كده وحجمها صغير علشان الفرخة ما تبقاش مبهوجة فيها او تتحرك. عندي بقى هنا نزلت كده بوكيه جرنيه، اي حاجة موجودة عندك، جزراية وطماطماية وبصلاية حلقات، وكمان ليمونة كده قطعتها اربع بالشكل ده، ونزلت فيهم كمان بورقتين من اللورة. انا هنا حطيت ليمونة علشان خاطر هنضيف مية مغلية، علشان المية ما تسودلناش الالومنيوم. الالومنيوم دايما بيتفاعل مع المية المغلية. جبت بقى الحامل بتاع الفراخ المشوية ده انا كنت جايباه من سنين، تقريبا كان ب5 جنيه او ب7 جنيه، وده موجود عند الناس اللي بتبيع الادوات المنزلية. تقدري تجيبيه وتخليه عندك لو انت بتشوي فراخ في الفرن كتير. يعني ده بيكون أأمن بصراحة من حكاية الإزازة
اللي بنحط عليها الفرخة دي وندخلها الفرن، يعني الازازة دي ممكن تنفجر في اي لحظة لا قدر الله. هنا بقى انا ثبت الفرخة بالشكل ده، ونزلت كمان بكوباية من المية المغلية، ورشيت رشة كده من الفلفل الاسود. بس كده هبدأ بقى بورق الفويل وهبدأ اقفل عليها كويس قوي، علشان خاطر زي ما قلت لكم الفرخة حجمها كبير، علشان ما تاخدش مني وقت طويل قوي في التسوية وتتحروق وتكون لسه نية مستويتش. فانا هقفل عليها كده تقريبا 3/4 الوقت. يعني الفرخة دي هتاخد معايا في الفرن ساعتين. هدخلها متغطية بالشكل ده لمدة ساعة ونص، واخر نص ساعة برفع ورق الفويل من عليها وبسيبها بقى علشان خاطر تتحمر بقى من بره وتاخد لون الشوي. هنا بقى هنبدأ نجهز الرز بالكاري. عندي حلة على النار سبتها لما سخنت، وبعد كده نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، وكمان معلقة كبيرة من السمنة. معايا بصلاية كبيرة مقطعاها ناعم او تفرميها بالشكل ده، وهبدأ بقى اقلبها كويس قوي لحد ما تبدأ تلون. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر ورشة من الملح. عايزة اقولك ان السكر مع الملح بيكرمل البصلة، بيديها لون حلو وكمان بيديها طعم حلو. ببدأ بقى اقلب بقى كده باستمرار علشان البصلة ما تتحرقش. كده اللون كده حلو جدا. تمام، هبدأ انزل بقى بالرز. طبعا ده رز مصري غسلاه ومصفياه كويس اوي من المية. الكمية بقى اللي انت عايزاها، طبعا انا بعمل الرز كده يعني زي ما بيقولوا بالبركة، ما بعايرش اي مقادير للرز. بس طبعا على بيت عايري يبقى كوباية الرز المصري بتاخد كوباية وربع من المية. تمام. هنا بقى نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من الكركم او الكاري، ده او ده ينفع. وهبدأ بقى اقلب كويس قوي من تحت لفوق كده لحد ما اسخن الرز مع المادة الدهنية وكمان البصلة. الطريقة دي بتخلي الرز يطلع كده مفلفل، مفيش حباية لازقة في التانية، وكمان بيبقى تحفة جدا ما بيعجنش ابدا. بعد ما قلبت كويس قوي الرز بالشكل ده، هبدأ انزل بقى عليه بمقدار المية. المية هنا مية عادية خالص، مش مية مغلية ولا حاجة. كده تمام. وزي ما قلت لكم انا عارفة مقدار الرز ومقدار المية، انا متعودة على المقدار ده. تقليبة كده كمان، وهبدأ بقى أغطي الحلة وهسيبه على نار عالية لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق برجع أقلبه تاني تقليبة برضو حلوة كده من تحت لفوق، وبرجع بقى أوطي النار وهديها على الآخر، وبغطي الحلة بتاعتي وهسيبه يكمل بقية التسوية. الرز بجد ريحته جميلة جدا ما شاء الله، لونه كمان حلو قوي. عايزة اقول لكم الرز ده بيليق قوي مع الكفتة المشوية وكمان مع الفراخ المشوية، طعمه بيبقى اكتر من تحفة. تمام كده. تعالوا بقى لما نبص على الست فرخة في الفرن ونشوف شكلها. بصوا بقى الجمال، قاعدة كده بصوا تقولوش دي كرومي، جميلة جدا وريحتها بقى قلب المكان. انا كنت مدخلاها على رف الفرن زي ما انتوا شايفين كده. اول نص ساعة كانت النار عالية، يعني تقريبا درجة حرارة 200. وبعد كده هديت النار وسبتها كمان ساعة ونص، وشلت من عليها ورق الفويل، وبسيبها بقى لحد كده ما تتلون وتقرمش كده من بره ولونها يبقى حلو. شفتوا بقى الرز بقى وجماله؟ ده بقى الرز بتاعنا طبعا ما شاء الله اللهم بارك، تحفة ما شاء الله. ودي بقى الست فرخة بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن. بصوا بقى لونها، لونها جميل جدا. طبعا اول ما تخرجيها من الفرن بيبقى الكفر اللي عليها او الجلد الخارجي ده بيبقى ناشف جدا. بنطريه بقى كده وبنلمعه بفرشة كده من الزبدة، وممكن طبعا ما تعملش الخطوة دي. تمام، لان كده كده طبعا الجلد ده بيترمي. بصوا بقى تحفة بجد. جربوها بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، بجد بتبقى حلوة قوي في العزومات. كفاية بس شكلها كده على السفرة. قدمت بقى معاها شيبسي وكمان سلطة طحينة، وعملت سلطة خضراء، وبألف هنا وشفا. حلوة جدا بجد تحفة، وكمان مستوية كده وريحتها وطعمها بجد يهبل. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. سيبولي تعليق حلو زيكم، وكمان خدوا جولة في القناة ممكن تلاقوا فيديوهات تعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.